كمذيعة مش هعلق. هتتسبب في لمنا كلنا. امتى اسكندرية كانت ليك مش مصدر حنان، كانت مصدر ألم؟ دلوقتي جاوب على طول. احنا كنا هنيجي للحتة دي. خليني يعني بقى عشان ايه بيقول اضرب في الحديد وهو ساخن. الاسكندر الاكبر جه زياره سريه لاسكندريه، الله. خدها من اول ابو قير لحد بحر محدش يعرفه، فضل ماشي وصل لحد حديقة الخالدين، دخل يريح شوية يشرب حاجة من المشوار وكده. المهم واحد من الجرسونات عرفه، قال له ازيك يا قائد؟ قال له انت عرفتني؟ قال له طبعا. قال له ازاي؟ قال له من تماثيل وكتب التاريخ قال له بس كل اللي هنا ما حدش فيهم عرفني. قال له ما هو دول مش اسكندرانيين، دول كلهم جايين، كلهم جايين من بلاش اقول. فالمهم طبعا قال له طيب، طبعا اسكندر كان قاعد بقى في اسكندريه فتره طويله. قال له طيب بس ما تسيعش، طبعا قائد كبير ولا ما تسيعش بس فقال انا عملت تقرير، التقرير ده خده سلمه لاي مسؤول لو تعرف تقرر، لو يعرف لو عرف. فبيقول انا ابن مقدونيا اللي منها تبتدي حكايتي، انا ابن مقدونيا اللي منها تبتدي حكايتي، ومن صبايا بشوف الحلم في مرايتي، وشفتها من بعيد رافع هنا رايت، وبفتكر سحاها واتذكر الايام، تاريخي كله هنا مسيرتي او سيرتي. ولسه فاكر يوم مرسيت على شطوطها فوق الورق بصمتي، سابت هنا خطوبها، البحر يضحك لها ويغني يبسطها، اسكندرية الجميلة ليه تضيع يا ناس، من يوم غياب الأمل واليأس أحبطها، اسكندرية اللي ياما البحر واعدها، صانت عهود الهوى وفت مواعيدها، مين اللي مد ايديه يرسم تجاعدها، كانت أميرة على شطوط الجمال طلة، مين اللي قاصد يفرقنا ويبعدها. ما كانش ليا نصيب أشوفها مبنية، ما كانش ليا نصيب أشوفها مبنية، ده اللي بناها زمان الصدق في النية، مش باقي إلا أثر من تحفة فنية، اسكندرية اللي شايلة عالدوام اسمي، تاهت ملامحها ليه خطفتها جنية، منعين مرور الهوى من الباب ومش شباك، منعين مرور الهوى من الباب ومش شباك، مشهد حزين للأسف وغاية في الإرباك، الشط ليه اترصف وحوطوه أسلاك، أنا اللي جيتها غريب، سؤالي للمسؤول لو كان ده حبك لها أكيد ما هيش حباك. ومشيت على الكورنيش وتعبت قلت ارتاح، حديقة الخالدين بتحسب الأرباح، فينك يا درويش، فينك يا درويش، وفين القائد الملاح، جاني محمد كريم قدم الطلبات، وابن المدين بيقطع كبدة الفلاح. المشي أصبح خطر من قسوة الزحمة، الشيشة والكركرة دخانة الفحمة، حرب التكاتك هنا دايرة بدون رحمة، شغلوا الرصيف عافية ماشي وكل خوف، هو الأمان أكشاك ولا الأمان لحمة؟ دي كده هيلمونا كلنا دلوقتي.
هتتسبب في لمنا كلنا. بس انا كمذيعه مش هعلق. هو مش معاهم. انا مش هعلق. بس حضرتك قلت كل اللي حد فينا عايش في اسكندريه ولا حتى ما بقاش عايش فيها دلوقتي وبيجي زياره ولا بيشوفها بصوره عايز يقول يعني فعلا لمصلحه مين؟ ايه اللي حصل؟